في سنه 1990 كان في واحده ست قاعده في محطه قطارات مدينه مانشستر مستنيه القطر اللي رايح لندن. الست دي حياتها كانت تصعب على الكلب الحزين من اللي هي شافته في حياتها، من طلاق جوزها اللي كان بيعاملها زي الزفت ويسيبها مع بنتها الصغيره لوحدهم، لاكتئاب واحساسها بانها ملهاش اي قيمه، وده اللي خلاها تفكر في الانتحار اكتر من مره. لحسن حظنا احنا بقى القطر بيتاخر 4 ساعات، وهتفهم ليه لحسن حظنا ده. وهي قاعده بتهرب من الواقع بتاعها جوه خيالها، فبيجي في خيالها قصه عن ولد صغير ابوه وامه ماتوا وهو لسه طفل رضيع، وبيعيش مع قرايبه الوحيدين اللي هو خالته وجوز خالته، واللي كانوا بيعاملوه معامله وحشه جدا، لحد لما بيجي له جواب وبيبلغه ان الساحر هاري جيمس بوتر اتقبل في مدرسه هوجورتس للسحرة والساحرات، واللي هتغير حياته كلها. وما كانتش تعرف ان حياتها هي كمان هتتغير 180 درجه بسبب هاري بوتر. وعلشان وقتها ما كانش معاها ورق وقلم، قعدت ال4 ساعات وطول الطريق للندن بترسم العالم ده جوه خيالها، وبتتخيل في تفاصيله، تفاصيل الطفل الصغير هاري بوتر، وتفاصيل العالم السحري اللي هيعيش فيه اول لما يتم 11